وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق والصلاة على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حجاجنا الميامين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أود بهذه المناسبة الطيبة أن أرحب بكم وأستحضر معكم هذه اللحظات المباركة العاطرة بمشاعر الإيمان الصادق والأشواق الروحية التي تغمركم وأنتم تستعدون للتوجه إن شاء الله إلى بيت الله الحرام وزيارة قبر نبينا المصطفى عليه الصلاة والسلام. قد أوجب الله عز وجل حج بيت الله الحرام على المسلم القادر عليه المستطيع لأداء شؤونه ومناسكه، كما جاء في قوله تعالى: بالله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فهنيئا لمن أسعده الله وكتب له أداء هذا الركن العظيم من أركان الإسلام، فيسر الله السبل والأسباب ووعده بجزيل الأجر والثواب. حجاجنا الكرام، لقد اتخذت اللجنة الإقليمية للحج كافة التدابير الكفيلة بتنظيم الحج لهذا العام، كما عمل المجلس العلمي المحلي ونظارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدورهما على تنظيم دورات تكوينية نظرية وتطبيقية بهدف تمكينهم من الإلمام بالفرائض والسنن والمستحبات التي لا تنعقد مناسك الحج إلا بها. وحرصا على صحتكم، سهرت المندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية لإجراء الفحوصات الطبية للحجاج ومدهم بالتلقيحات اللازمة والضرورية لأداء مناسك الحج. حجاجنا الميامين، يقول الله تعالى في كتابه الحكيم: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. إذا أوهب بكم التمسك بمكارم الأخلاق والتحلي بالصبر والتسامح والتعامل بالحسنى مع بعضكم البعض ومع غيركم من حجاج باقي البلدان الإسلامية، فكونوا خير سفراء لبلدكم في تلك الديار المقدسة لتجسدوا ما عرف عن المغرب والمغاربة من الأخلاق النبيلة المستقاة من تاريخنا العريق وتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف ومذهبنا المالكي المعتدل. واحرصوا على التعريف بأصالتنا وحضارتنا واعتزازنا بمشاعر الوفاء والتعلق بأداب العرش العلوي المجيد. حجاجنا الكرام، أذكركم في هذا الجمع المبارك بالعناية المولوية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، التي ما فتئ أعزه الله يوليها للحجاج المغاربة من رعاية طبية وصحية وخدمات إدارية تتجلى في تسخير بعثات طبية وعلمية وإدارية وكذا بعثات دينية للتأطير ومساعدة حجاج المملكة المغربية في كل ما يحتاجون إليه بالديار المقدسة في جميع نقط إقامتهم. لذا أوصيكم بالدعاء الصالح للسد العالية بالله مولانا أمير المؤمنين بالنصر والتمكين والصحة وطول العمر الصاهر على وحدة وطننا وأمنه وتنميته، حتى يحقق جلالته أعز الله لشأنه الكريم كل ما يصل إليه من رقى وازدهار، وأن يخير عينه جلالته بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة، وأن يشمل بمقتضاه تعالى وغفرانه كلا من المغفور لهما جلالة الملك محمد الخامس
وجلالة الملك الحسن الثاني أكرم الله مثواهما وأسكنهم فسيح جناته إنه سميع مجيب للدعوات. وفي الختام أسأل الله عز وجل أن يكتب لكم السلام في الذهاب والإياب والعودة إلى وطنكم، وأهلكم سالمين غانمين مشمولين بالمغفرة والرضوان، متمتعين بالحج المبرور والسعي المشكور والذنب المغفور والفوز بعظيم الثواب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.